الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الطالبة مسعود حفصة من قسم التميز لأكاديمية الإتقان وعلوم القرآن. موضوعنا اليوم بعنوان رمضان شهر التقوى. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أوصى عباده بتقواه التي بها يحصلون السعادة في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وينالون رضاه والفوز بدار كرامته والسلامة من ناره وعذابه. فما شرع الله لعباده صيام شهر رمضان إلا لتحقيق تقواه. ومما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى راجيا ثوابه. فتقوى الله هو أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، هي خوف من الجليل وعمل بالتنزيل وقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فتقوى الله ليس بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكنها ترك ما حرم الله وآداء ما افترضه. اعلم أخي المسلم، أختي المسلمة، أن التقوى كنز عظيم وجوهر عزيز، فخير الدنيا والآخرة مجموع فيها. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والقبول عند الله معلق بها، والثواب موعود عليها. أهلها هم الأعلون في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة، المتقون تقر أعينهم بالطاعات في الدنيا وبعالي الدرجات من الجنة، فيجعل الله لهم بها فرقانا وفرجا ومخرجا. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ونحن في هذا الموسم العظيم والشهر الكريم أن يزين قلوبنا بزينة التقوى، وأن يجعلها لنا زادا في هذه الدنيا ويوم نلقاه، وأن يجعلنا من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.